السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل الأداء الدولي المغربي الشاب رائع أنس الزروري مع فريقه برلين في كأس الرابطة الإنجليزية ضد فريق بورموند. طبعا برلين يلعب في الشامبيونشيب وبورموند يلعب في البريمير ليج. أنس الزروري سوف نتعرف على تقييمه وتحليل أدائه في موعد اليوم. قبل البداية في التفاصيل والدخول في صلب الموضوع والتحدث عن النجم المغربي، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو لكل جديد، ونبدأ عقلة في تفاصيل أكثر. أنس الزروري شارك أساسي في تشكيلة فريقه برلين ومدربه كومباني. قدم مباراة كبيرة رائعة، سجل هدفين في الشوط الأول، وأعطى إضافة هجومية قوية، وفي تحركاته الرائعة في مباراة اليوم ساهم في الفوز وبأداء جيد، ونال أعلى تقييم في المباراة وكرجل جدار واستحقاق بتقييم 9.1. كما قلت قدم أداء جيد، تحرك بشكل جيد في الملعب، أعطى حلول هجومية قوية ومساهمة في الفوز بطريقة جيدة وبتسجيل هدفين. اللاعب سوف يكون له مستقبل كبير إن شاء الله مع المنتخب الوطني المغربي، وسوف يكون هناك تنافس في هجوم المنتخب الوطني المغربي بين أنس الزروري وعبد الصمد الزلزولي على مركز الجناح الأيسر في خط هجوم المنتخب المغربي. اليوم قدم كل شيء لفريقه برلين، لا من ناحية التحركات لا من ناحية تسجيل أهداف وخلق الفرص والمحاولات. ولاعب نشيط يقوم بالمهمة في هجوم ناديه برلين، وهذا يجعل المدرب يعتمد عليه في المباريات بشكل أساسي. نتمنى كل التوفيق للنجم المغربي أنس الزروري في المباراة القادمة. وهذا وكل شيء مدينة باختصار عن النجم المغربي، وإلى اللقاء.